في عام 2023 تعرض المغرب لزلزال هائل هز البلاد وتسبب في خسائر جسيمة على مختلف الأصعدة. يعتبر التحليل الدقيق للخسائر الناجمة عن هذه الكارثة جوهرياً لفهم حجم الدمار وتحديد الاحتياجات والجهود المطلوبة للتعافي وإعادة الإعمار. 1. الخسائر البشرية. زلزال المغرب 2023 تسبب في وفاة وإصابة العديد من الأشخاص. تحديد عدد الضحايا بالضبط يعتبر أمراً صعباً في المرحلة المبكرة بعد الكارثة، وذلك بسبب حجم الدمار وتشتت المعلومات. ومع ذلك، يحتاج فرق الإنقاذ والسلطات المحلية إلى تقييم مبدئي للخسائر البشرية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. 2. الخسائر المادية. تعرضت المباني والبنية التحتية في المناطق المتضررة لأضرار هائلة نتيجة الزلزال. قد يتضمن الدمار انهيار المباني بالكامل أو تضررها بشدة، وتشققات في الطرق والجسور، وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات. يجب تقدير تلك الخسائر المادية بدقة لتحديد الأموال والموارد المطلوبة لإعادة الإعمار. 3. الخسائر الاقتصادية. تتسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل في تكاليف اقتصادية هائلة. تتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والتجارة والزراعة والصناعة. قد يؤدي توقف الأعمال وتلف الممتلكات إلى تدهور الاقتصاد المحلي وفقدان فرص العمل. يجب أن يشمل التحليل الاقتصادي تقدير تلك الخسائر وتقييم تأثيرها على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد. 4. الخسائر الاجتماعية والبيئية. تترك الكوارث الطبيعية آثاراً اجتماعية وبيئية. قد يتعرض السكان المتضررين للفقدان والتشرد، ويعانون من ضغوط نفسية وعاطفية جراء فقدان أفراد العائلة والممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض البيئة المحيطة بالمناطق المتضررة لتلوث وتدهور بسبب تسرب المواد الكيميائية وتلوث المياه والتربة. 5. الجهود اللازمة للتعافي من آثار زلزال المغرب 2023. يتطلب الأمر جهوداً متكاملة من الحكومة والمؤسسات المحلية والمجتمع الدولي. يجب تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والمأوى والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة بناء المباني والبنية التحتية المتضررة بأسرع وقت ممكن وتوفير فرص العمل للمتضررين. 6. التخطيط للمستقبل. يجب أن تستفيد الحكومة المغربية من تجربة زلزال المغرب 2023 لتعزيز التخطيط الحضري وتحسين معايير البناء للحد من الأضرار المحتملة في المستقبل. يجب أن تضمن السياسات والتشريعات القوانين البنائية الصارمة وتعزيز الوعي بممارسات السلامة الزلزالية. في الختام، زلزال المغرب 2023 تسبب في خسائر هائلة على مستوى الأرواح والممتلكات والاقتصاد والبيئة. يجب أن تتعاون الحكومة والمجتمع الدولي معاً لدعم جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستعداد والتخطيط للكوارث في المستقبل للحد من الخسائر المحتملة.